مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبنا لكم واحد القضية حصرية وفي نفس الوقت معقدة لواحد الدرجة كبيرة. نمشيو ونبداو القصة ديالنا. القصة ديال اليوم غتمشي بينا لمدينة اسفي، وبالضبط سنة 2014. واحد الصباح واحد الخدامة اللي كانوا كيجمعوا الحطب وسط الغابة، واحد فيهم مين كان خدام كيجمع في الحطب غيبانوا ليه جوج خناشي كبار محطوطين على شي شجرة. قرب منهم هاد السيد وغير شافهم جا الفضول، قال ربما يكون فيهم شي حاجة، بغى يعرف شنو كاين وسط هاد الخنشات، خصوصا منين بانت ليه وحده محطوطة فوقها واحد الجاكيطة، والخنشة الثانية حاطين فوقها واحد القميص ديال واحد البنت ديال البنات، هو ديال البنات العيالات. هادشي هو اللي خلى هاد الشخص يجيه الفضول. قال مع راسو ربما شي واحد ما بقاش محتاج لهاد الحوايج وجابهم حطهم في البلاصه. هادشي اللي فكر فيه. هنا شنو دار؟ مشى نيشان ديك الخنشه المربوطه بواحد الحبل. ديك الساعه عيط على صاحبه باش يجي يعاونو، وفي نفس الوقت يفتح معاه حتى الخنشه الاخرى. وفعلا بقاو كيتقاتلوا مع دوك الخنشات حتى قدروا يحلوهم، ولكن مع حلوا دوك الخنشات وطلوا وسطهم ديك الساعه وديك اللحظه ما حسوش براسهم حتى طلقوا واحد الغوته مجهده بزاف وضربوها بواحد الجريه بكثره الخلاع حتى لقاو راسهم خرجوا للطريق الرئيسيه. عاد حبسوا. هنا رشيد وصاحبه ياسين بداو كيفكروا في هاد اش غيديروا مع هاد الكارثه اللي لقاو. في الاول رشيد قال لصاحبه من الاحسن ما نبلغوش البوليس، حيت كان خايف على راسو لا يمشي يتورط في شي قضيه وهو ماشي قدها. ولكن صاحبه دورها في راسو وتفكر باللي حلو دوك الخنشات والبصمات ديالهم بقات تما. هنا غيقول صاحبه لا ضروري خاصنا نمشيو نعلمو البوليس، حيت الا ما علمناهمش وصدقنا في شي كارثه كبر منها وراه الجميع يخرجنا منها، واصلا حنا ما دايرين حتى حاجه، علاش غادي نخافوا؟ وفعلا مشاو نيشان لاقرب كوميساريه وبلغوا بداك الشيء اللي لقاو. وقالوا للبوليس حنا كنا كنجمعوا الحطب في الغابه حتى شفنا واحد جوج ديال الخناشي، فكرنا باللي شي واحد معمرهم بالحوايج وحاطينهم في ديك البلاصه، ولكن من حليناهم كنتصدموا بالخناشي بجوج وسط منهم كانت يعني عامرين باللحم، وكان باين اللحم ديال بنادم حيت كانوا باينين الصباع ديالهم، ولكن اللحم كامل باين مقطع الاجزاء صغيره لدرجه كان كطلع منه واحد الريحه كريهه. البوليس غير سمعوا هاد البلاغ مباشره انتقلوا معاهم لعين المكان. منين وصلوا كيتفاجئوا بليهم هاد الاشخاص، وهذاك الشيء اللي كاين كما الاقوال ديالهم. لقاو جوج خناشي كبار وسط منهم ميكات عامرين باللحم مقرد الاجزاء صغيره، وداك اللحم بدا في مرحله التعفن، داكشي علاش كانت خارجه منه ديك الريحه الكريهه. البوليس قبل ما يديروا اي حاجه مباشره اتصلوا بعناصر الشرطه العلميه باش يلتحقوا بهم، وفعلا ما داش بزاف ديال الوقت حتى كانوا عندهم في عين المكان. ومن خلال المعاينه ديال الشرطه العلميه لقاو باللي كل خنشه فيها جثه مقطعه، ولكن الكارثه الكبيره في هادشي كامل هما الجثات بجوجهم لقاوهم باعضاء كاملين الا الراس، يعني الريوسه ديال الجثات ما كاين لا في الجثه الاولى لا في الجثه الثانيه. وعرفوا باللي الجثات وصلوا لواحد مرحله كبيره من التحلل، وهنا فين تاكدوا باللي الضحايا داز على الموت ديالهم نقولوا اكثر من 3 ايام. ديك الساعه الشرطه العلميه بدات كتوسع البحث ديالها في ديك المنطقه، وهما كيحاولوا يجمعوا اكبر قدر من الادله على الضحايا. في هذا الوقت البوليس غادي يستعنوا حتى بالكلاب المدربه، قالوا لربما يلقاو اداه الجريمه في شي بلاصه قريبه. اول حاجه داروها خلاو الكلاب يشموا الريحه ديال الضحايا وطلقوهم، وبقاو تابعينهم تقريبا واحد المسافه ديال 700 حتى ل 800 متر حتى وصلوا الكلاب واحد من النقطه وما بقاوش بغاو يتحركوا منها. البوليس من شافوا الكلاب وقفوا في واحد البلاصه ينبحوا ويحاولوا يحفروا فيها، هنا حتى هما بداو كيحفروا في نفس البلاصه حتى لواحد اللحظه فين غيبان لهم واحد التوب ووسط منه جوج ريوس اللي كانوا كيرجعوا للضحايا، ولقاوهم حتى هما وصلوا لواحد المرحله كبيره من التعفن حتى بداو كيتحلوا. جمعوا البوليس دوك الريوس اللي كانوا ناقصين من الجثه وهزوا دوك الجثات وداوهم
المستودع عرضوه على الطب الشرعي، وخداو حتى النمرة ولا كارت ناسيونال ديال هادوك الاشخاص اللي بلغوا بالجريمة. قالوا لهم البوليس ما تخرجوش هاد الايام من المدينة، وربما نحتاجوكم ونعلموكم باش تجيو عندنا. الطب الشرعي فاش وصلوا هالاجزاء هنا بداو كيحاولوا يرتبوه، كان كل طرف من الجثة كيحاولوا يلصقوه مع الجزء الاخر حتى يقدروا يجمعوا هذوك الاجزاء كاملين. وهنا فين كنعرفوا بان الجثات كيرجعوا للبنات. هاد الجثات ديال البنات، واحده عمرها ما يفوتش 27 عام، والضحيه الثانيه عمرها ما كيفوتش 23 عام، وباللي الضحيه بجوج بهم داز على المد ديالهم اكثر من 72 ساعه. التحليل المنطقي اللي عطى الطب الشرعي هو ان الضحيتين بجوج بهم كاين احتمال كبير انهم تقطعوا الجثث ديالهم بشي آلة، يعني ماشي بمنشار، يعني بشي آلة. وهذا الشيء اللي عرفوا من الاطراف اللي كانوا مقطعين بطريقه احترافيه. بطبيعه الحال هذا الشيء ما يكونش سهل على الطب الشرعي، خصوصا ملي كيكون بحال هاد الجرائم البشعه فاش كتكون الجثه مقطعه الاطراف صغيره، باش يقدروا يجمعوها كامله جزء بجزء ويعرفوا كل جزء فين يحطوه. ماشي سهله، ولكن وحتى الشرطه العلميه كان صعيب عليها تاخذ البصمات. علاش؟ لان كما قلنا كانوا البصمات وصلوا لواحد الدرجه كبيره من التحلل، يعني ما بقاوش اصلا عليهم البصمات اللي غياخذوا، وهذا الشيء هو اللي زاد صعب عليهم البحث اكثر، حيت كون خداو البصمات كان غتسهل عليهم الطريق، يقدروا يتعرفوا عليهم دغيا. بقاو البوليس كيبحثوا لمده 3 ايام ولكن دون فائده، ما وصلوا حتى شي معلومه جديده. داكشي علاش قرروا ياخذوا واحد المنحى اخر، يفكروا يمشيو يقلبوا حتى في السجلات، لربما هاد الايام يكون شي واحد دار شي بلاغ اختفاء لفائده العائله، وهما ينسقوا مع جميع الكوميساريات ديال المدينه باش يتاكدوا. واخا هذا البحث كامل ما توصلوا حتى النتيجه، ما لقاو حتى شي بلاغ لفائده العائله. المهم بقاو مستمرين في البحث المده ديال 6 ايام، وفي هذا النهار واحد النهار كتدخل عليهم يعني داز 6 ايام كتدخل عليهم واحد المراه للكوميساريه باش دير بلاغ الاختفاء على بناتها. هاد السيده سميتها الحاجه فاطمه، غتقول البوليس تقريبا دابا اكثر من سيمانه ما بقيتش عرفت على بناتي شي حاجه. هاد المراه كانت في واحد الحاله صعيبه بزاف، كانت كلها كترعل بالخلعه على بناتها. طبعا البوليس من شافوها في ديك الحاله في الاول حاولوا يهدنوها، قالوا لها تهدني غير بشويه عليك، عاودي لينا شنو وقع مع بناتك باش نقدروا نتعاونوا معك. وهنا فين الحاجه فاطمه بدات كتعاود ليهم، قالت لهم انا عندي 2 بنات. البنت الكبيره سميتها منى في عمرها 26 عام، والصغيره سميتها حنان في عمرها 20 عام. قالت لهم دابا اكثر من شهر بصيفط بنتي الصغيره عند اختها لهاد المدينه، يعني اسفي، باش تجلس معاها، بحكم ان الام كتعيش في الدار البيضاء، وبنتي منى ساكنه وخدامه في مدينه اسفي. ولكن هذه سيمانه وانا كنتصل بهم وحتى وحده فيهم ما كتجاوبني. في الاول قلت يقدروا يكونوا سافروا شي بلاصه ولا مشغولين ولا ما سالاوش باش يتصلوا بيا ويهضروا معايا، حيت هما مولفين مره كيسافروا مع بعضياتهم لشي بلاصه، يعني ماشي يوميا كيتصلوا بيا. كنت كل نهار كنقول اليوم غيعيطوا ليا، غدا غيعيطوا ليا، ولكن ملي شفت الحس ديالهم تقطع، ما كاين حتى شي اخبار عليهم. هذا الشيء هو اللي خلعني وزاد خلعني، حيت خفت لا تكون واقع عليهم شي حاجه. واخا مشيت للدار اللي ساكنين فيها ودقيت حتى عييت، حتى واحد ما جاوبني، حتى واحد ما حل عليا الباب. بغيت غير نعرف بناتي شنو واقع عليهم. هاد المراه عطاتهم حتى التصاور ديال بناتها باش يقدروا يتعرفوا عليهم. البوليس فاش سمعوا هاد الهضره وشافوا التصاور ديال هاد البنات، هنا دخلهم الشك باللي ممكن يكونوا هما نفس البنات اللي لقاوهم جثث او لقاو الجثث ديالهم قبل 6 ايام. وحيت ما يقدروش يوريو لهاد الام هذوك الاجزاء اللي لقاو بطبيعه الحال، حيت كانوا في واحد الحاله اللي صعيبه بزاف، وعاد وصلوا لواحد المرحله متقدمه من التحلل. يعني البوليس كيراعيو النفسيه ديال العائله، خصوصا في بحال هاد الجرائم ملي كتكون الجثه ما كاملاش او لا تعرضت للتشوه كبير. هنا الحل الوحيد اللي بان لهم هما يعلموا هاد الام بالجثث اللي لقاو، طلبوا منها تهدن باش يهيئوها نفسيا لهاد الشيء. قالوا لها باللي هاد السيمانه لقينا
جوج بنات مقتولين، لهم ما قدرناش نتاكدوا واش فعلا هما ولا لا. داكشي علاش دابا خاصك تعاوني معنا وتخلينا ناخذوا الحمض النووي ديالك باش نطابقوه مع العينات ديال هاد البنات، حيت هذه هي الطريقه الوحيده باش نتاكدوا واش فعلا هاد البنات هما بناتك ولا ما عندك حتى علاقه او ما عندهم حتى علاقه بك. ومنين نتاكدوا ديك الساعه غادي نديروا لك بلاغ اختفاء ونعطيوك المعلومه الصحيحه ونبداو نقلبوا معاك عليهم. ولكن الحاجه فاطمه هنا غتقول لهم وغتصدمهم وغتقول للبوليس واحد الهضره ما كانوش متوقعينها نهائيا. مي غتقول لهم باللي بنتها منى وحنان ماشي من دمها ولحمها، يعني ماشي من دمها ولحمها، وباللي هاد البنات غير متبنياهم مربياهم منين كانوا صغار، وحتى والديهم ما كتعرفهمش. يعني واخا ياخذوا العينات ديال الحمض النووي ما غاديش تطابق مع الضحايا وما غيخرجوش مطابقين. البوليس في هذه اللحظه لقاو راسهم قدام حريره غاديش تطابق مع الضحايا وما غيخرجوش مطابقين. البوليس في هذه اللحظه لقاو راسهم قدام حريره اخرى لدرجه ما بقاو فاهمين والو في هذه القضيه. الحاجه الوحيده اللي بدات كدور لهم في راسهم هو كيفاش غيعرفوا واش هما بناتها اللي مربيه ولا لا، وكيفاش غيوصلوا الادله الجديده اللي توصلهم للجاني او الجنات اللي ارتكبوا ابشع جريمه في حق هاد البنات. اللي مكلف بالملف ديال هاد الجريمه خدا الاذن من النيابه العامه وطلب من الحاجه فاطمه ديهم للدار فين ساكنين بناتها. فعلا دخلوا للدار بداو كيقلبوا فيها، كانوا كيبحثوا على اي دليل باش يتاكدوا من الشكوك ديالهم. وهنا فين غتبان لهم الدار نقيه وما فيها حتى شي حاجه اللي كتدخل الشك، حتى من الحوايج ديال منى وحنان باقين في بلاصتهم. ولكن الضابط كان ذكي حيت منين بدا يقلب في الدار وما بان ليه حتى شي دليل وما شاف حتى شي حاجه اللي تثير انتباهه. هنا بدا كيقلب على المشطه، نعم المشطه اللي كانت كتستعملها منى وحنان، وفيها غادي يلقاوها وسط الحمام. ديك الساعه هزها ودارها في واحد البلاستيكه ومباشره صيفطها للطب الشرعي. البوليس في هذا الوقيته طلبوا من الحاجه فاطمه ترجع في حالها لدارها، قالوا لها حنا دابا كنبحثوا في هذه القضيه ولا توصلنا لشي حاجه جديده راه غادي نعلموك. هنا الطب الشرعي خدا عينه من الشعر اللي في المشطه وطابقها مع العينات ديال الضحايا، وملي خرج التقرير اكد باللي هاد العينات متطابقه 100% مع بعضياتها. يعني الجثث اللي كانوا مقطعين لاجزاء صغيره هما بنات الحاجه فاطمه. منين ولاو متاكدين ديك الساعه طلبوا من الام ديالهم تجي وعلموها باللي النتيجه ديال التقرير اكدت باللي الضحايا بجوج بهم هما بناتها. في هذا الوقيته البوليس غادي يبداو البحث ديالهم من جديد حيت اخيرا قدروا يتعرفوا على الهويه ديال الضحايا. رجعوا خداو الاقوال ديال الام والعائله ديالها وبحثوا حتى مع الجيران اللي كانوا ساكنين حداهم، لا ربما يكون شي واحد فيهم شافهم شي نهار وشافهم في النهار اللي وقعت فيه الجريمه. ولكن واخا بحثوا معاهم لقاوهم ما عارفين عليهم حتى حاجه. الحاجه الوحيده اللي قالوا الجيران هو كانوا كيشوفوا منى فاش كانت غادا وراجعه من الخدمه وما مره كيشوفوا هي اختها حنان خارجين مع بعضياتهم. حتى هاد الايام الاخيره فين تقطعات اخبارهم وما عاودوش شافوهم ولا عرفوا عليهم شي حاجه. هنا البوليس الامل الوحيد اللي بقى قدامهم هو يسولوا عليها في الخدمه ديالها، حيت منى كانت كتخدم ممرضه واحد الكلينيك في المدينه. فعلا مشاو البوليس وبداو كيسولوا في المسؤولين اللي تما، وحتى انها كانت كتخدم ممرضه واحد الكلينيك في المدينه. فعلا مشاو البوليس وبداو كيسولوا في المسؤولين اللي تما، وحتى الناس اللي خدامين معاها واللي كانوا تفاجئوا باللي حتى هما ما عارفين عليها حتى شي معلومه جديده. قالوا لهم دابا تقريبا 2 سيمانات باش ما بقاتش جات الخدمه. رجعوا سولوهم البوليس قال لهم شنو كتعرفوا على منى. وهنا فين الاصدقاء ديالها اللي كيخدموا معها يقول لهم واحد المعلومه مهمه. قالوا لهم احنا كنعرفوا باللي منى مخطوبه وخطيبها كان مولف مره كيجي عندها حتى الكلينيك باش يوصلها، حيت فاش كنا كنسولوها شكون هو هذا السيد كتقول لنا راه خطيبي. البوليس منين سمعوا هاد الهضره استغربوا حيت الام ديالها ما ذكرتش لهم نهائيا باللي بنتها كانت مخطوبه. هنا غيرجعوا يسولوهم قالوا لهم واش كنتو كتشوفوا هاد السيد اللي كان كيجي عندها؟ اييه شفناه ما مره ما جوج. ديك الساعه طلبوا منهم البوليس يوصل واش صغير في العمر وحتى الطوموبيل اللي كيجي بها. تقريبا الاصدقاء ديالها كاملين عطاوهم نفس المواصفات باللي هاد الشخص البشره ديالو بيضاء
وكبير في العمر، وحتى راسو كان شيب، وباللي عنده واحد طوموبيل مرسيدس. البوليس من جمعوا المعلومات على هاد السيد ديك الساعه رجعوا استدعاو الام ديالها باش يتاكدوا منها. قالوا لها واش بنتك الكبيره فايته مخطوبه؟ هنا الحاجه فاطمه كتقول لهم لا، بنتي ما كانش مخطوبه رسميا. فعلا فايت هضر فيها واحد السيد كبير شويه في العمر، ولكن هذا الشيء تقريبا داز عليه اكثر من 3 شهور. وهنا فين غتقول لهم باللي هذا الراجل كان مزوج وعنده ولد كبير. وفاش هضر معايا على منى قال باللي هو ومراته راهم واقفين على الطلاق والدعوه ديالهم في المحكمه، ووعدني غير يخرج الطلاق غيجي يخطبها مني بشكل رسمي. ولكن فاش دازت المده سولت بنتي عليه، قالت لي باللي تفرقات معاه وما بقاتش باغا تزوج به. واخا لالا حتى لهنا راه كلشي مفهوم. ولكن شنو سميت هذا السيد وفين كيسكن؟ قالت لهم سميتو الحاج مصطفى، ولكن في كيسكن بالضبط ما عارفاش. وباش المحققين يقدروا يعرفوا فين كيسكن هذا الشخص خداو النمره ديال التليفون ديال منى وحتى ديال اختها وعرضوهم على الخبره. وفاش خرج التقرير ديال المكالمات هنا غيعرفوا باللي منى كانت كتواصل بزاف مع 2 نماري بالضبط، لدرجه كانت كتشد معاهم الهضره بالسوايع. وبطبيعه الحال بالتنسيق مع شركه الاتصالات قدروا يحددوا العنوان ديال هاد 2 الاشخاص. الشخص الاول طلع هو الحاج مصطفى، والثاني كان سميتو مراد. مباشره البوليس استدعاو مراد هو الاول باش يبحثوا معاه، وفي نفس الوقت يعرفوا شنو تحت راسو، واش هو اللي ارتكب هذه الجريمه ولا السيد ما عنده حتى شي دخل بهذه القضيه. منين بداو البوليس كيحقوا معاه قال لهم مراد باللي بصح كانت عندي علاقه مع منى وما عندي معها حتى شي مشكل ولا عندي شي دافع باش غادي نقتلها. سولوه البوليس فين كان بالضبط في السيمانه اللي وقعت فيها الجريمه، ولكن مراد قال لهم كيكون خدام، وملي كيسالي خدمته كيمشي يجلس في القهوه مع صحابه ومن بعد كيمشي لدارو. البوليس باش يتاكدوا من الاقوال ديالو قرروا باش يمشيو يقلبوا في دارو. قالوا لا ربما يلقاو فيها شي حاجه اللي كتورطوا في هذه الجريمه. وللاسف واخا قلبوا دارو ما لقاو فيها حتى شي حاجه اللي تثير الشكوك ديالهم. ومنين عمقوا مع البحث في الاخر تاكدوا باللي السيد ما عنده حتى علاقه بهذه الجريمه. ومنين سالاو مع مراد التحقيق طبعا غيستدعيو الحاج باش حتى هو يبحثوا معاه. كانوا البوليس كيشكوا في اي واحد حتى في الام ديالها، حيت جاتهم ماشي طبيعيه. حتى دازت السيمانه عاد جايه تبلغ على اختفاء بناتها، واخا قالت لهم ديك الروايه بقاو رادين مع البال وحطوها حتى هي في دائره الشك، خصوصا من عرفوها غير مربيه دوك البنات. البوليس فكروا باللي ممكن يكون وقع عليها شي مشكل معاها هي طبعا وانتقمت منهم وبهذه الطريقه، حيت ما كانوش عارفين العلاقه اللي كانت ما بيناتهم ما بين الام وبناتها. وبطبيعه الحال جميع الاحتمالات ممكن توقع. المهم جابوا الحاج مصطفى وبداو يسولوا فيه على منى، وفعلا حتى هو ما نكرش باللي كان كيعرفها، واكد لهم باللي في ديك الوقيته كان غادي يطلق مراته ويتزوج بها، وهذا الشيء اللي اكدته حتى الام ديالهم. ولكن الحاج قال لهم مع المده ما بقيناش مفاهمين مع بعضياتنا، حيت هي كان عقلها باقي صغير، داكشي علاش شفنا راسنا ما غنتفاهموش وتفارقنا. واخا سيدي ما كاين باس، هادشي كامل اللي قلتيه تيقناه وتقنا به. قل لنا دابا فين دوزتي هاد السيمانه اللي وقعت فيها الجريمه، بالنهار وبالليل، وفوقاش كان اخر مره تلاقيتي مع منى؟ قال لهم بالنهار كنكون في الخدمه ديالي، وفي العشيه يا اما كنتلاقى بولدي ولا كنكون في داري. ومنى تقريبا واحد 3 شهور باش ما شفتهاش. رجعوا سولوه شنو هي الخدمه ديالك؟ هنا غيقول لهم الحاج عندي 2 محلات ديال تاكزارت، يعني هو راه كزار، واحد شادو انا والمحل الاخر عطيه لولدي وهو اللي مقابله. البوليس غير سمعوا هاد الهضره وما يتفكروا التقرير ديال الطب الشرعي، فاش ذكر باللي الجثث ديال الضحايا بجوج بهم تقطعوا بشي آلة ديال الضوء، حيت الضحايا كانوا مقطعين بطريقه احترافيه. هادشي هو اللي خلاهم يزيدوا يشكوا فيه، وباش يقطعوا الشك باليقين خداو الاذن من النيابه العامه وداوه معاهم باش يقلبوا ليه دارو يتاكدوا بنفسهم. وفعلا البوليس غير دخلوا للدار ديال الحاج وداروا فيها المحلول ديال اللومينول. هنا اكتشفوا باللي الدار ديالو هي مسرح الجريمه اللي
مده وهما كيقلبوا عليها، حيت هذا المحلول كيبين ليهم الاثار ديال الدم اللي عنده في الدار. يعني الا وقعت شي جريمه واخا الشخص يسيق الدار كامله ويحاول يمحي الاثار ديال الدم، هذاك المحلول غير كيرشوه في الدار، البلايص كاملين اللي كيكون فيهم الدم كيبينهم باللون الازرق. البوليس مباشره اعتقلوا الحاج ورجعوا معهم للكوميساريه. في الاول ما بغاش يعترف، كان الوقت كامل وهو غير ساكت، ما بغى يقول لهم حتى شي كلمه، ولكن من ضغطوا عليه في الاخر غيعترف لهم باللي هو اللي قتل منى وحتى اختها حنان. وفي الاعترافات ديالو كيقول لهم الحاج مصطفى باللي تعرف على منى قبل ما يطلق مراته، لدرجه استمرت علاقتهم اكثر من عامين، وفي هذه المده كان وحتى على اختها الصغيره فلوس صحيحه، بحكم زعما كان ناوي معها المعقول وباغيها للزواج. حتى بالكسوه ديالهم والفلوس باش كيسافروا قال لهم انا اللي كنت كنوفرها لهم، لدرجه اختها الصغيره فاش كانت كتبغي شي حاجه كانت كتطلبها مني، ولكن مؤخرا وليت فين ما كنتصل بها كتهرب مني. هنا قررت نتبعها ونشوف شنو كدير، وفعلا لقيتها كتخرج مع شخص اخر اللي هو مراد وكتكون معاه. حتى اختها يعني منى كانت على علاقه، يعني كتخرج هي واختها، وهنا منى كانت على علاقه مع الحاج وفي نفس الوقت كانت عندها علاقه مع مراد. هنا البوليس في هاد الوقيته كيقول لهم الحاج باللي حسيت بالشمته، حيت عرفت باللي هي واختها كانوا غير كيضحكوا عليا، وتاكدت باللي كانوا دايريني غير الطريق باش يجبدوا مني الفلوس. وحيت قبل هاد الشيء قبل الحادث كانوا موصين نوجدوا ليهم او نوجدوا لمنى. اغتنمت هاد الفرصه واتصلت بها، قلت لها اجي تاخذي الفلوس راني وجدتهم لك. وفي ديك اللحظه كنت معصب لواحد الدرجه كبيره، داكشي علاش قررت ننتقم منهم بجوج، حيت هاد المده كامله هما كيضحكوا عليا. وفعلا ديك العشيه جاو عندي بجوج للدار، كنا جالسين مع بعضياتنا. هنا واجهتها بهذا الشيء اللي عرفت عليها. في الاول كنا غير كنتناقشوا غير بجوج بينا، ولكن من بعد حتى اختها حنان بقات كتستفزني بالهضره، قالت لي انت غير شارف وحنا شنو كنبغيو منك من غير فلوسك. المهم تزايدنا في الهضره حتى كبر الصداع. في واحد اللحظه ما قدرتش نتحكم في راسي، مشيت هزيت الجنويه من الكوزينه ضربتهم بجوج بهم حتى كان تصدم بهم ماتوا. كان الحاج كيأكد للبوليس باللي ما كانش قاصد يقتلهم، قال لهم منين بقاو كيعايروني وقالوا لي شي هضره استفزتني، ديك الساعه بغيت غير نخلعهم حتى وقع ليا اللي وقع. ومنين استوعبت الكارثه اللي درت ديك الساعه خفت، قلت الا لحتهم في شي بلاصه يقدروا البوليس يوصلوا ليا. داكشي علاش فكرت نديهم للمحل ونقطعهم تما، وداكشي اللي درت. خليت حتى نص الليل لويتهم في ميكات اللي هما كبار ودرتهم بدات من فوقهم الكواش وهبطتهم نيشان الكاميو اللي كنهز فيه السلعه، ديتهم للمحل قطعتهم بالمنشار ديال الضوء ودرت الاجزاء ديال اللحم في الخناشي والريوس لويتهم في واحد التوب ودفنته بعيد على البلاصه اللي حطيت فيها الخناشي. يعني خا البوليس يلقاوه ما يقدروش يتعرفوا عليهم من غير الى لقاو الريوس. كانت هذه الاقوال ديال الحاج مصطفى. من بعد ما خداو الاقوال ديالو حولوا الملف للمحكمه، وفي المحاكمات حكم عليه القاضي بالاعدام. هنا غادي نكونوا سالينا القضيه ديالنا. الله تعالى وبركاته.